السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معلش غبت عليكم واتاخرت وعارفه ان انا اتاخرت، بس انا عندي هدايا حلوه قوي وعندي وصفات حلوه قوي قوي. هنتابع مع بعض الفتره الجايه ونشوف هنعمل ايه. عايزه اقول لكم ان احنا بعد ما كنت بشتغل بالزيوت، ربنا وفقني وعرفت مكان زيوت حلو قوي قوي قوي. فحسيت ان انا ما كنتش بشتغل بالزيوت قبل كده، كل اللي كنت بشتغل بيه ده ميه. عشان كده النهارده جايه اقول لك على وصفه حلوه قوي 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 بكريم الكنتة المغربي وزيت العرقسوس وزيت الورد. طيب نجيب زيت الورد وزيت العرقسوس، نجيب كريم كنتة المغربي. الكريم ده هتاخدي الكريم ده كده العلبة كلها مع 5 معالق من زيت العرقسوس و5 معالق من زيت الورد، وتقلبيهم كويس جدا جدا. عايزه اقول لك ان ده بياض ناصع من اول استخدام، هتحسي بفرق فظيع. بس كريم كنتة ده تقيل، يعني انت لو عايزه تخلطيهم في علبه وتسيبيها في التلاجة، كل الكريمات في الصيف او الزيوت او اي حاجه استخدميها من رف التلاجة. طول ما هي ساقعه هتحسي بانتعاش وهتحسي بالافكت بتاعها حلو جدا. فعايزه اقول لك ان بيتعمل بطريقتين. كريم كنتة ده هتفضي العلبه في برطمان معقم وتحطي عليها 5 معالق زيت ورد و5 معالق زيت عرقسوس، وتقلبيهم كويس جدا جدا وتحطيهم في رف التلاجة، وتستخدميهم على ايديك وعلى بشرتك وعلى كعانك وعلى ركبك، حلو جدا جدا جدا. وفي بقى تاني ان انت تاخدي حته صغيره من زيت الكنتة من كريم الكنتة ده وتوزعيه على بشرتك، وبعدين تاخدي نقطتين من زيت العرقسوس وبعدين توزعيهم. عايزه اقول لك انا كده حاسه بيها اكتر، لان كريم الكنتة ده تقيل شويه، فلما بحط العرقسوس عليه بحس انه خده في حته تانية ووزعه كله على البشره. حلو قوي قوي قوي. عايزه اقول لك على تركه كمان حلوه قوي. طول الصيف ما تشيليش ازازه ميه الورد من التلاجة الصبح وبالليل. عايزه اقول لك كمان ان انا هكلمك على حاجات حلوه قوي 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 لبشرتك ولشعرك. الهيدروسول. الهيدروسول يعني ده هيدروسول لبان الذكر. ده هيدروسول يعني العشبة بيبقى فيها زيت ومية. ده مية ناتجة عن تقطير العشبة، فيها كل خصائص العشبة، وبجد بجد حلو قوي. يعني هيدروسول لبان الذكر ده هيخلي بشرتك في حتة تانية. استخدمه ازاي هيدروسول لبان الذكر او اجيبه منين؟ هقولك تجيبيه منين في الكومنتات. والهيدروسول ده تبخيه، هيدروسول لبان الذكر بالذات، وبعدين تجيبي زيت لوز حلو وزيت خروع. ايه النسب؟ هنجيب لكل معلقه زيت خروع 3 معالق زيت لوز حلو، وتحطيهم في ازازه. وبعد ما تغسلي بشرتك كويس جدا جدا تبتدي تحطي البخاخ بتاع لبان الذكر الهيدروسول ده، وبعدين تدهني بشرتك من الميكس اللي هو زيت الخروع وزيت اللوز الحلو. عايزه اقول لك النتيجه هتبقى مرضيه جدا جدا جدا. كل وصفاتي بالليل، كل وصفاتي ما تطلعيش بيها في الشمس ابدا ولا تتعرضي بيها للاضاءه. والزيوت كل ما كانت بيور ومعصوره على البارد كل ما كانت نتيجتها حلوه جدا جدا جدا. وجربي. اعملي بقى سبسكرايب للقناه وتابعيني علشان نبقى مع بعض على طول، ويلا بينا.